وأنا بقولها بصراحة لأنه لا أخشى في صراحة لومة لائم. السودان، الساسة السودانيين لازم يقودوا السياسة السودانية. إذا نحن السياسة السودانية بيقودوه شباب وأكتيفيست ونشطاء، يا جماعة البلد لو انت اديته لشباب هم عندهم عنفوان الشباب، عندهم القوة، عندهم النشاط. طيب ودوا البلد ده وين؟ البلد بقودوها بكبارها، البلد بقودوه بعيانها. أما السودان ما شفنا البلد ده كان بقودوه بالشباب. الشباب فعلا شبابنا المستقبل المفروض يتعلم مشان يقود البلد دي في المستقبل، لكن ما بيقودوا في الوقت الحالي. فنحن قاعدين نعمل خطأ انه نقول والله الشباب يجوا. انا ما بستنكر طاقات الشباب ولا بستنكر انه الشباب مفروض يقودوا، لكن هذا ليس وقتكم وهذا ليس زمانكم، وزمانكم هو غدا. زمانكم هو غدا وليس اليوم. والإشارة مفهومة لمن دي طاقية الدور يقدر يخطها في راسه يخطها في راسه. البلد ما بيقودوه بعاطفة، ما بيقودوه بناشطين، بيقودوه بالعيان بتاعه، بيقودوه بالسياسيين بتاعه، لأنه السياسي بيقود القائدة والناشط بتقوده القائدة. وبالتالي انت بتلقى حاجات كثيرة فاتت في الناحية السياسية. upside down. Yes, you are right.